قوم ثمود كانوا يعيشون في واد جميل، وكانوا يتمتعون بنعم كثيرة من الأمن والرفاهية، أرض خصبة ومياه عذبة وثمرات كثيرة، ولكنهم لم يحمدوا الله على ما وهبهم من نعم كثيرة، فعبدوا الأصنام ولم يتركوا منكرا إلا فعلوه. فأرسل الله إليهم نبي الله صالح، فدعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، ولكنهم رفضوا الإيمان به واستمروا في طغيانهم وفسادهم، وأصروا على تجاهل دعوة الله وارتكاب الظلم والبغي. لم يكتفوا بذلك فقط، بل قاموا بصم آذانهم عن دعوة الحق، ووضعوا أصابعهم في آذانهم وهددوا نبي الله صالح قائلين: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا، قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا في شك مما تدعونا إليه. لم يستسلم صالح أمام عنادهم، بل استمر في دعوتهم وتذكيرهم بعظمة الله وقوته، وحذرهم من الاستمرار في كفرهم، ومع ذلك رفضوا الاستماع إليه واستمروا في الكفر والطغيان، وقالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، ائتنا بمعجزة لتكون دليلا على صدقك وبرهان على صحة دعوتك. وفي يوم كان القوم مجتمعين في ناديهم، فجاءهم نبي الله صالح يدعوهم ويحذرهم، إلا أنهم طلبوه بمعجزة، وقالوا: إن أخرجت لنا ناقة من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة في الجبل، آمنا بك. وتمادوا في وصفهم للناقة وحددوا أوصافها، فأخذ صالح عليهم العهود والمواثيق، إن أخرجها لهم آمنوا به. قام صالح فصلى ودعا الله عز وجل أن يخرج لهم هذه الناقة، أملا أن يؤمنوا بالله ويعودوا لرشدهم. وما هي إلا لحظات حتى انشقت الصخرة، وخرجت منها ناقة عظيمة كاملة الأوصاف طبق ما طلبه أهل ثمود، ولكنهم استمروا في غيهم وعنادهم للحق. فقال لهم صالح: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فكان أهل القرية يتناوبون الماء، يوما لهم ويوما للناقة، واستمر الحال على ذلك، ولكن النفوس الكافرة لم تعجبها هذه القسمة، واجتمعوا وقرروا عقر الناقة ليتوفر لهم الماء. وكان هناك 9 أفراد في هذه القبيلة فاسدين مفسدين، فاتفقوا على أن يقوم أحدهم برمي الناقة بسهم، ويقوم الآخر بذبحها، وهكذا تمت الجريمة. وذهبوا لصالح ليسخروا منه قائلين: أين العذاب؟ فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام. واجتمع الأشرار 9 وقرروا قتل صالحا ليلا، ولكن كان الله لهم بالمرصاد، فأرسل عليهم ملائكته فضربت رؤوسهم بالحجارة فماتوا كافرين. ونعود لأهل القرية الذين ينتظرون وقوع العذاب. ففي اليوم الأول أصابت وجوههم صفرة، وفي اليوم الثاني أحمرت وجوههم، وفي صباح اليوم الثالث اسودت وجوههم. وسمع القوم صيحة عظيمة تصدر من السماء، وزلزال يدمر القرية بما فيها ومن فيها، وهكذا فارت الأرواح وماتت الأجساد، وأصبحوا في دارهم جاثمين.